الله. مساء الخير يا فندم. نحب نتعرف بسيادتك. العمدة خالد خليل عبد القادر، عمدة قبائل السمروس أولاد دردير. خش فين حضرتك؟ تمام. حضرتك دور القبائل العربية المصرية ومجلس القبائل العربية المصرية. احنا هنا حضرتك مكتب المجلس الأعلى للقبائل المصرية العربية في محافظة مطروح، تحت قيادة السيد الحاج ناصف عبد الحميد عياد أمين المجلس. حضرتك والاجتماع النهارده اجتماع قبائل سنجر. حضرتك القبائل سنجر هم 22 قبيله هيجتمعوا النهارده بعمد ومشايخ واعيان قبائل سنجر، وبعد كده هيقوموا بلجنه من الاجتماع بتاع النهارده، وهيذهبوا الى قبائل اولاد خروف، والى قبائل الجميعات، والى قبائل السننه، والى قبائل القطعان، والى قبائل اولاد سيوه. خدت بال حضرتك؟ ويقوموا عشان نعمل مؤتمر عام تحت رعايه مصر الغاليه، وهنقولوا فيها نعم للدستور، ونحن من اجل مصر نوحد القبائل ونبقى ايد واحده حتى مصر تسير الى الامام. يعني حضرتك دلوقتي اكتر من 22 قبيله 22 قبيله سنجر سنجر هيشاركوا في الدستور. نعم هيشاركوا طبعا في الدستور. نعم. والاجتماع كل ابناء القبائل نعم للدستور، لا خلاف عليه. والدستور مصر الجديد او الدستور الجديد. خدت بال حضرتك؟ وبالنسبه للقبائل السنجر الاجتماع النهارده هينتقلوا الى القبائل الاخرى، هيعملوا مؤتمر عام وندعو فيه القبائل العربيه بجميع المحافظات.